النهارده معانا قصه مخيفه. هي قصه عامله لي انا هلع حقيقه. واحد وواحده كانوا متزوجين، خلفوا اطفال، ما اتفقوش في الجواز، قرروا الطلاق والانفصال. الاب عادي، يعني عادي يا جماعه، عادي، كان متخيل ان الام هي اللي هتاخد وتربي، وهو سايب البيت وسايب الاطفال الطبيعي، وانا هصرف على اولادي وحضرتك هتربيهم. فوجئ ان الام بعد شهر ونص من الطلاق وتقول له حضرتك تعالى خد عيالك. يعني ايه يا حاجه اللي انت بتقوليه ده؟ انا اخد عيالي ازاي؟ انا مش هعرف اربي العيال دي اصلا لسه صغيره. وبعدين انا اب، يعني حضرتك طالبه مني فلوس اكل وشرب ومدارس وتعليم ومش عارفه ايه وكسوه صيفي وكسوه شتوي وتمارين وبتاع. حاضر، ما اقولش حاجه، بس حضرتك بقى طالبه مني ان انا اعمل ده وفي نفس الوقت اربي العيال دي، والعيال في السن ده هلع. فقالت له ده انا هتجوز، وانا الحقيقه جوزي مش موافق ان انا اربي عيالك. هلع بقول لكم حاجه مرعبه. فالراجل طبعا جات له خضه وسكته دماغيه وقلبيه ومش عارف يعمل ايه. هيربي العيال دي وهيصحي الصبح ويودي مدارس ويلبس دي ويلبس ده ومش عارفه ايه وبتاع، ويعلم وياكل ويشرب ويصرف ويودي تمارين، ومصيبه سودا بقول لكم هلع. المهم حصل كده فعلا، والمدام رمت له العيال والراجل اخد العيال، وابتدى الراجل يتك شويه على مامته، يتك شويه على اخته، يشوف مراتات اصحابه علشان يساعدوه او يشاركوه في رعايه الاطفال دول. والست راحت اتجوزت وعاشت حياتها ولوز العنب. المهم بعد شويه وقت كده، اللي هم شويه وقت كتير، سنين شويه حلوين، ست اتطلقت من الراجل اللي بعديه. وبعدين بعد ما اتطلقت راحت عيطت وقالت له انا اسفه وانا ندمت وانا غلطت وعيالي وانا وعشان خاطري والنبي والولي رجع لي العيال ورجعني البيت وربنا يسترها عليك، وانا عايزه افكر لا في خلفه ولا في جواز ولا في حاجه، خلاص والله العظيم وتمام. مختصر الحكايه، الست جت اديته بومبه هلع للمره الثانيه وقالت له انا في واحد عايز يخطبني ويتجوزني، تعالى يا عم الحاج شيل تاني اكشن تاني مره. الراجل المسكين بعد كام شهر 8-9 شهور راح يا حبيبي ياخد عياله بشنطهم وراح على بيته، اتك على ماما وعلاقته وابتدى بيلطم تاني في الخلفيه. قال لك كنت مستريح، يعني الصراحه كنت مستريح. المهم دلوقتي احنا في انهي هلع بقى، انهي حته من الهلع؟ ان الست طلعت ثالث مره وراحت تقول له لو سمحت من فضلك ارجوك انا عايزه العيال للمره المليون. طيب يا رضوى، هي الست عايزه تاخد ولادها للمره الثالثه، وانا بصراحه خلاص تعبت من فكره انه ساعات ابقى مسؤول وساعات غير مسؤول. تعبت من الابس اند داون زي ما بيقولوا، شويه فوق وشويه تحت. كمان نفسيه العيال بتتغير، كمان معاملتي في التربيه غير معاملتها في التربيه، او طريقتي في التربيه غير طريقتها في التربيه. وانا تعبت ومحتار جدا ما بين انه احرم الولاد من مامتهم، او انه اعمل كده وترجع تتجوز خلاص العيال تقريبا اتعقدوا. انا الحقيقه حبيبي انا مش عارفه الرأي الديني ايه، بس انا بصراحه مش شايفاها اصلا ام، ومش شايفاها اصلا بني ادم، وشايفه ان فطرتها كأم صفر، وانها اصلا ما كانتش تستاهل انها تخلف.
والحقيقه بقول لكل هتقول لي دلوقتي وانا بتكلم على التلفزيون، طب انا اعمل ايه؟ ادفن حياتي وعمري وشبابي والعيال هتكبر وترميني مش عارفه ايه، احسن ما ترمي عيالك. فطالما انا اخترت غلط انا اللي ادفع الفاتوره، ما دفعش اطفال صغيره فاتوره اختياري الخاطئ. فالحقيقه انا بقول لكل تفوق بقى كده معايا من المطلقات كده، عشان احنا كلنا مطلقات وزي بعض، وانا فاهماكي وحاسه بيكي وعارفه يعني ايه واحده، وعارفه يعني ايه خوف من بكره، وعارفه يعني ايه يا ربي، انا عارفه انا الكتاب من اوله لاخره عندي. حسابك عند ربنا وجزاك عند ربنا كبير. هي مهم الدنيا ولا مهم الاخره؟ مهم ان انا اتكرم هنا ولا اتكرم هناك؟ وما خافش، ما خافش، لانه ربنا اللي خلقني شافني انا بعمل ايه عشان عيالي. الام والانانيه دونت ميكس زي ما بيقولوا كده، ما بتركبش على بعض، ما بتلبقش باللبناني زي ما بيقولوها. والست اللي بتعرف ترمي عيالها دي اصلا مش ام.